مو حلوة، مو حلوة تقولي عن مصطفى انه مو رجال. مو حلوة يا شيماء، مرة مو حلوة. عيب، عيب والله عيب. عيب منك تقولي للرجال مو رجال، عيب، مي حلوة. ما حبيتها منك، وخاصة قدام ابتسام اللي هو متعرف عليها. مي حلوة يا شيماء لما انك قلتيها، مي حلوة ترى. حتى لو انها صادقة، انا شفت تصرفات هذا، انا جايكم عليه ترى، لسه ما خلصت. لكن مو حلوة انك تقول قدام الكاميرات على انسان انه مو رجال، مي حلوة. طبعا هي ليش قالت مو رجال؟ عشان تقولوا لي انتم هي صادقة؟ انا اقول لكم ليش ما قالت مو رجال. ها، كاتبها والله اني كاتبها. ها، he's not my style. شيماء وديانا إذا الشاب ما عطاهم وجه قال he's not my style، he's not my style. شيماء وديانا يا حبيبي. طبعا ديانا زعلانة ليش ابن عطيات ما اختارها، زي كذا خلتها مو رجال، زي كذا قالت he's not my type. وبرضو ديانا نفس الطريقة، علشان ما اختارها ابن عطيات كرهته. شفتوا انتوا في الاعلان حق الحلقة القادمة، قال ما طولت، قالت احسن. محروقة من الداخل، خسرت داني وعطيات. بعدين he's not my type. ايش تقول لك؟ he's not my type، اصغر مني سنا، انا ما احب his style. it's not my type، انا احب الرجال. he's not big like this. بس هذا اللي انا حفظته من شيماء والله. بس ما ادري عاد وش تقصد وش تقول، انا قاعد انقل لكم كلامها. شيماء he's not my type، تقول شيماء he's not my type، اصغر مني سنا، انا ما احب his style. يا اخي شفت الكوكتيل لما انك تطلب عصير كوكتيل؟ ها، نفس الطريقة، عربي مع انجليزي. عاد انت سوي الكلمات المتقاطعة ركبها مع بعض. يا شيماء، يا شيماء. اللي بعده ايش هذا؟ كاتبها والله العظيم بورقة لحالها. قلت شيماء وديانا كل من رفضوا من الشباب قالن he's not my type. طيب ديانا تقول وشيماء he's not my type بالعربية انهم ايش؟ لا دقيقة، وين اللي انا كاتبها؟ وين بضحك؟ دقيقة. وين انا كاتبها؟ دقيقة، خلنا ندخل الثانية وشوف، يمكن كاتبها في الصفحة الثانية. ديانا ايه انا احاول اقلل من الجلد شوية بس علشان ارفق بالناس والله. المهم ديانا ابى اختصر اشياء كثيرة والله العظيم يا اخوان، عشان والله العظيم لو تشوفون انا ايش كاتب وتشوفون انا ايش اقول تعرفون اني انا حنين. ديانا وشيماء he's not my type، he's not my type، he's not my type. أظهر 3 مرات أنا كاتبها ذاكرينها. he's not my type.
بالعربية هو ليس النوع المفضل لدي. جاتكم الترجمة يا إخوان؟ بالعربية هو ليس النوع المفضل لدي. يا إخوان ديانا جاها هبوط، شفتوها وهي نازلة؟ ديانا المسكينة جاها هبوط من يا حرام، شافت هذا راح هناك وما حد اختارها إلا شو اسمه، من اللي اختارها؟ طاحت والله، ما طاحت، يمكن داخت، ما ندري، مش اشوفهم يشيلونها. قلت هذا من ضرب امس. ايه ايهاب، هذا من ضرب امس. يا اخوان ايش فيهم الشباب قاعدين يذلون انفسهم؟ انا ايهاب عاجبني كشخصيه بس مو عاجبني كتصرفات. يعني ايهاب البنت واضحه انها ما تبيك. شيماء عفوا ديانا لا تريدك يا ايهاب، حتى الورد اللي انت اعطيته اياه حطته على جنب. نو ثانك يو، ما تبيك، تبي دنو. تبي مين يا ايهاب؟ ابيك تسمعني، تبي دنو، اسمعني زين، احفظها عندك يا ايهاب. تبي مين؟ تبي دنو. ابعد عن البنت يا ايهاب، البنت مش عايزاك، دي عايزه دنو يا ايهاب. والله ما تبيك، خلاص يا ايهاب، خلاص والله ما تبيك. البنت هنا خلاص حاطه براسها داني، شلون تجيبه؟ حتى لدرجه انها قاعد تعطي من تكذب عند البنات. انا قلت له انا مستحيل اكون الخيار الثاني، وامس في الحلقه قالت بعد انا قلت له اذا انت تبي تختار، اذا لان صاحبتي بدها اياك، فانا علشان صاحبتي ما بدي اتعرف عليك. هذا كل الكلام الخلط هذا اللي قاعد تقوله ديانا، هذه غيرتها اللي تتكلم. شوفوا يا اخوان، شوفوا بعض الناس لما يغار الغيرة هي اللي تتكلم، ترى مو هو. فهي الغيرة اللي قاعدة تتكلم، قاعدة تتلخبط، قاعدة تكذب، قاعدة، هذه من الغيرة ترى، مو منها هي. يعني الغيرة سبحان الله تخليك تتصرف تصرفات انت ما تبيها او انك راح تندم عليها بعدين في المستقبل. فديانا هي بحالة نشوة الغيرة، يعني بنشوة الغيرة، فهمتوا كيف؟ مشوا لها. شكل داني ووليد وهم يتهاوشون على ديانا شكلهم يفشل. داني ووليد لما يتهاوشون على ديانا شكلهم مرة يفشل، والله شكلهم مرة يفشل صراحة. خلاص عيب عليكم، خلاص يا تختار وليد يا تختارك انت، خلاص وانتهى الموضوع. فكونا، لا تبيني انت ايش تبي مني، انت عندك خيار عندي، ويتهاوشون مع بعض علشان بنت. والله عيب عليكم، انتم رجال انتم. اي وليد مرة مخلي الوضع جدي. وليد حسسني انه خلاص بياخذ آية وبيروحون الحين كتابة العدل ويكتب عليها. وليد هد شوية، وليد ترى قسم ونصيب برنامج تبيعك البنت ثاني يوم. والله لو يدخل واحد حليوة اقسم بالله ما تعرفك. هدي شوي عشان ما تنصدم. شوف دائما يا وليد، دائما لا تخلي سقف طموحاتك عالي، علشان اذا جتك الصدمة ما تجيك مؤلمة، عشان ما تجيك مؤلمة تجيك قوية. خفف شوي، لا تخلي سقف طموحاتك عالي، خفف شوي عشان لا جتك الصدمة تكون شوية مو مؤلمة. والله لو يجي واحد حليه ولا يبيعونك هذول اللي موجودين في قسم ونصيب، انت مصدق انك برا انت وتبي تسوي بتروح وتتزوج يا ابوي روح شوف من السيزون الاول للسيزون هذا ما في حد ظل مع احد. بالعكس اللي كانوا كابلز طلعوا في اللايفات قاعدوا يتهاوشون مع بعض. هديلي وضعك شوية وليد، هديلي وضعك، يعني لا تتحمس كثير. مصطفى راعي مشاكل يا اخوان. مصطفى تعرفون هذه البنات اللي انتم تحطونها الحية، ها الثعبان هذا اللي انتم تحطونه في التكست وتحطونه في السناب وترسلون الوحدة حية، يعني انت حية.
هذا هو مصطفى. مصطفى قاعد يولعها بين داني ووليد. مصطفى الصراحة يعني ديانا الكلمة اللي قالتها له بردت قلبي. يستاهلها صراحة، يستاهلها. الكلمة اللي عطتها إياها على الجبهة والله يستاهلها. شوف حتى وجهه تغير، صار أحمر منجل. والله تستاهلها يا مصطفى، والله تستاهلها، لأنك إنسان ما أدري شو أقول الصراحة. ماخذ الوضع. أنا أدري إن ما أبي أتكلم زيادة، أشرح زيادة، أنكشف وأجرح في الكلام، لكن مصطفى ينظر للبنات بنظرة يعني شلون أقولها بطريقة محترمة، لأن هي الحقيقة طريقتها شيء ثاني. الحقيقة يعني لو بقولها في الحقيقة هي 100% هذه الكلمة، لكن أنا أدور شيء يعني سلس شوية، يعني يمشي عشان ما تقولون سامي يجرح. شو أقول؟ كلمة دونية، يعني كلمة يعني ينظر لهم نظرة، يعني أتعرف على هذه وأخذ هذه وأروح لهذه وأجي عند هذه وهذه تجيني وهذا، يعني شباب في فلة يعني ماخذها. أيوة شكرا. الكومنت الأول اللي بالحرف الجيم، أحسنت، خلاص فكيتني، الله يخليك، جزاك الله خير. ماخذهم بهذا الوضع ترى، والله ماخذهم بهذا الوضع. أيوة ماخذهم بهذا الوضع. هذه نظرة مصطفى. فزي كذا. حتى لما جاءت ديانا يقول احنا ما قعدنا مع بعض، انت مع ابتسام يا ابوي، انت مع ابتسام ايش تبي؟ انت مع ابتسام ايش تبي؟ ترى احنا ما قعدنا مع بعض كثير، خلص الوقت، ايش تبي تقول ديانا كذا؟ انت الحين مع ابتسام. قالت له احسن انه خلص. يستاهل، والله يستاهلها الباشا، يستاهلها ابن خالته عطيات، يستاهلها. والله هذه أنا كاتبة، كتبت آية أخيرا شفنا بنت بقسم ونصيب مو مذلولة. والله كاتب أخيرا شفنا بقسم ونصيب بنت مو مذلولة. آية، شكرا. آية. شوفي لحد الآن اللي أنا أشوفه، أنا ما أطبل لحد يا أخوان، ما أطبل لحد. شوفوا أرجع وأقول لكم إياها. آية الحركة اللي سوتها أقسم بالله ما أقعد معاها دقيقة لو إني من وليد. بس وليد شكله حب من أول يوم. ولا آية أنا أشوف أنها هي الكوين، يعني هي التوب الآن. آية فيها أغلاط بس أشوى من غيرها، فيها أخطاء بس أشوى من غيرها. لا أحد يقول لي طبل، روحوا قيسوا آية مع كل وحدة. تبون نقيس مع كل وحدة؟ قيسوا آية مع كل وحدة، قيسوها مع شيماء، شوفوا شيماء شو تسوي. قيسوا آية مع ديانا، شوفوا ديانا شو تسوي. قيسوا آية مع مايا، شوفوا مايا حتى أكل ما أكلت علشان وائل. قيسوها مع البنات كلهم، تلقون هي أهون منهم، يعني أخف منهم، يعني أفضل منهم. ما في أحد ينافس آية نهائيا، ما في أحد ينافس آية في المقدمة، حتى ما في أحد قريب عليها، كلهم آية فوق متعديتهم. ليه متعديتهم؟ أنا أقول لكم ليه. البنت عشان تعرفون إذا إحنا نطبل ولا ما نطبل، شوفوا كلماتي كلها حقيقية. البنت لما تحافظ على كاريزمتها، وتحافظ على أنوثتها وتحافظ على كرامتها، هنا ترتفع. وهذه الثلاثة سوتها آية. تعالوا معي. هل آية لحقت وراء أي أحد؟ هل آية قعدت تكذب أو تقول لهذا أنت حلو وتروح لهذا تقول لا أنت حلو، ولا تكذب الكلمة هذه تقول أنا قلتها وهي ما قالتها؟ هل سوتها؟ آية الخطأ الوحيد اللي شفته منها هو اليوم لما اختارت شو اسمه داني وخلت وليد، وهي تعرف أن وليد أفضل لها من داني، بس ماني عارف ليش اختارتها.
صراحة هذا أكبر خطأ سوته آية في اليوم، أول مرة أشوف منها خطأ. بس أنا لو مكان وليد والله ما تشوفني، خلاص انتهت آية بالنسبة لي، انتهت. أخذها كصديقة أوكي، بس كحبيبة والله لو ما يبقى إلا هي في الكون ما أخذها بعد الحركة هذه. ما أدري هل هو فيلم من الإدارة ولا مو فيلم، لأن ركزوا آية التفتت على وليد وعطتها كلمتين في إذنه. كنت نفسي أعرف إيش هي هذه الكلمتين. الكلمتين هذه أحس أنها هي اللي تكشف كل شيء. عطتها كلمتين خلته يرتاح، عطتها كلمتين، أنا مركز على كل حاجة لا تخافون. عطتها كلمتين، عطت وليد كلمتين ما نعرف ايش قالت له خلته يرتاح. مدري قالت له فيلم أو قالت له مجبورة من الإدارة أو إيش قالت له الله أعلم، لكن خلته يرتاح الكلمتين هذه. ما أدري إيش قالت له، وهي تعرف إن اختيارها لداني خطأ. داني أنا شوف داني نسونجي. داني لو تجيبون أحد ما يشوف ويدخل قسمه نصيب يقول داني نسونجي. داني نسونجي واضحة 100%. داني ما يصبر مع وحدة. داني خذوها مني، لعاب درجة كبيرة. داني نسونجي ومنايزر، لا نضحك على بعض. البنت اللي تتعرف على داني هذه بنت تبي شو، أما البنت اللي تتعرف على إنسان صدق يكون معاها لا ما تتعرف على داني، مستحيل. شفت مشهد في المطبخ مايا مع إيهاب، حسيت يصلحون للبعض والله. مايا مع إيهاب ما أدري كذا حسيت إنهم يعني بيرفكت متطابقين والله. إيش وداها لهذا الكوميدينا، إيش وداها لهذا اللي يلا يتكلم، لا يسألونه ويجاوب يقول أنا رأيي بعرف يلا تطلع منه الكلمة، تترجاه علشان تطلع منه الكلمة، والله يترجون عشان تطلع منه الكلمة. أنا بحس إنه آية ما بدها داني، بدها يلا تطلع منه الكلمة، تروح للبقالة وتجي وتشتري وترجع ثاني مرة وهو لسه ما نطق الكلمة الثانية. بطيء تحسه يمشي على بطاريات، والله العظيم تحسونه يمشي على بطاريات، أقسم بالله بطيء مرة. وإيهاب لما جت ديانا تناقشت هي ومصطفى حسيته يبي يهجم على مصطفى. أنت ايش دخلك يا إيهاب؟ حسستني إنها مرتك، حسستني إنها زوجتك، عشان يا أخي ليش الشاب إذا قاعد مع البنت دقيقتين حس إنها يعني تصور إنها ملكة أو تصور إنها حبيبته ولا زوجته ولا أم عياله. إيهاب إيش دخلك؟ إيش دخلهم مع بعض كيفهم؟ إيش دخلك مسوي لي يعني فتوة، يعني شوفيني يا ديانا ترى أنا بطل. مو كذا تعجب فيك يا إيهاب، مو كذا والله، مو كذا يا إيهاب. يعني أنا طيب تخيل يا إيهاب، تخيل هالمصري هذا ما شاء الله شديد عصب وقام ومسح فيك الأرض مسح قدام ديانا، بالله كيف شكلك؟ دائما يا إيهاب الإنسان ياخذ احتياطاته قبل لا يتصرف أي تصرف. هذا الإنسان الذكي يكون ماخذ احتياطاته قبل لا يتصرف، ما يجي كذا على طول. تخيل يعني مصطفى يطلع ولد ياكل فراخ كل يوم وما شاء الله ولبن وبيض ورجال مصحصح ما شاء الله، جاء لفك عفطك حطك تحت رجله. كيف تبي تنظر لك بالله؟ كيف تبي تنظر لك ديان؟ فلا تستعجل يا إيهاب على أشياء قد تكون مو قدها. هدي شوية، هدي يا إيهاب. شفتك هجمت على مصطفى كأنك يعني تبي تدافع عن ديانا. ديانا ما تبيك، ديانا تبي اللي قاعد بجنبك اللي حطته. شفت اللي حطته؟ أعلمك اسمه ولا ما تعرف؟ حبيبي ديانا ما تبيك، افهم.
سويت بطل ما سويت بطل، سويت اتيكيت ما سويت اتيكيت، البنت ما تبيك، البنت مقهورة. داني عطى الورد الآية، ما هي فاضيات لك، ما هي فاضيات لك، انت وردك. والله العظيم يا ايهاب، ديانا ما هي فاضيات لك، انت وردك. ديانا قاعدة تراجع حساباتها. لك كيف داني؟ طبعا هي تتكلم لبناني ما تتكلم عراقي، فاحنا نتكلم لبناني مثلها. الآية كيف عمل فيها هيك؟ كيف حسيته مسلسل تركي؟ كيف نزلت الصبح يدك وماسكه يده وتمشي مجروحة المسكينة، مجروحة، تعبانة حبيبة قلبي، تعبانة. الله يسامحك يا داني، سويت فيها، الله يسامحك يا داني، وش سويت بيها يابا وش سويت بيها؟ جرح يجي وجرح يروح يابا. على العموم المشهد هذا اللي أنا شفته مايا مع إيهاب حلو، عجبني، ما أدري ليه، حسيت إنهم متناسقين مع بعض، أحسن لها من هذا الكوميدينا. والله لو أنا مختار إيهاب على الأقل يعني فيه روح، الولد يتكلم لسه حي، هذا يبيله حق أشد، تعرفونه حق القلب اللي يضربونه عشان يصحى، هذا يبيله حق القلب عشان يصحى. والله يبيله يعطونه ضربتين شو اسمه الوائل عشان يقعد. اسمعوا، قالوا الآية وليد زعل، قالت ليش يزعل؟ ما عرفنا بعض إلا تو، لا هو حبيبي ولا شيء، ليش يزعل؟ تمنيت مايا قالت نفس الكلام اللي قالته آية، علشان تعرفون ليش أنا لما أقول لكم آية هي اللي في المقدمة. شوف قلت ليش يزعل؟ ما عرفت إلا يوم أو 3 دقائق، يزعل ليش؟ شوفوا كلمتها. لكن مايا حبيبة القلب ما أكلت علشان وائل زعلان، ما أكلت يا أخي. إيش الدراما هذه؟ إيش التمثيل هذا يا مايا؟ وحسستيني يعني إنك عرفتها لك سنين. أو ماي جاد، طبعا هم كلامهم كذا، أو ماي جاد وائل ما كل، أو عفوا أو ماي جاد وائل زعلان ما بياكل. ليش يا مايا؟ وائل زعلان. طيب اشربي عصير، ما بيأشرب. ليش يا مايا؟ وائل زعلان. لازم أفهمه، لازم أعلمه إني فهمت غلط. لا، عادتها 150,000 مرة أنا فهمت غلط، وائل فهم غلط، وحتى لما جاء يسلم عليها زين، سلامهم عاد هذا خاص فيهم مو مننا، احنا ما نتسلم زي كذا. فلما جاء يسلم عليها حضنت الأم، أنت حماتي، هدي شوية يا مايا، هدي، مستعجلة يا أختي، مستعجلة شوي، أكل العنب حبة موجود. وائل مش هيطير، وائل مش هيطير، والله وائل موجود. خفي شوي، والله خفي شوي. حضنتيها يعني أنت حماتي، ما تبعديش عني، أنا راضي عليك وراضي على ولدك. مو كذا يا مايا، مو كذا. شوفي آية لما قالوا لها وليد زعلان قالت يزعل، أنا ما عرفت لي يومين، هذا في الشاشة. أما أنت لا أكلتي ولا شربتي، ولازم أوضح الوائل، لازم أوضح الوائل، لازم أوضح الوائل. وضحي له يا قلبي، وضحي له، عسى ما يوضح غيرك، وضحي له يا حبيبتي، وضحي له. وائل كان يطالع على التلفزيون ومركز على ليليا، كلنا مركزين على ليليا. المهم وائل يطالع على التلفزيون ومركز على ليليا، وائل يسأل عن آية، ما درى عنك وقاعد ياكل ولا هو زعلان ولا درى عنك، انت بس اللي مسوية هالدراما وانه زعلان ولازم اوضح ولازم اقول. خفي شوية يا مايا، خفي شوية. ختمتها في نهاية التحليل، قلت يا إيهاب البنت ديانا ما تبيك، عز نفسك. والله كتبها كذا بالطريقة هذه، إيهاب البنت ديانا ما تبيك، عز نفسك يا إيهاب، عز نفسك، البنت ما تبيك. خلاص إنسان
الإنسان لما يعجب في بنت أوكي يرمي السنارة ويشوف الرد، ما عجبه الرد، ما تبيك، سلام عليكم، امش، عز نفسك، والله عز نفسك. لا تخلي أي إنسان في الدنيا كلها يخليك تنقص من نفسك ولا من كرامتك. لو تكون ملكة جمال العالم، لو تكون ملكة جمال العالم ما تبيك، ابعد ابعد، لا تحاول. قيمتك أهم منها بمليون مرة، شكلك أهم منها بمليون مرة، عزة نفسك أهم منها بمليون مرة. لما ترخص نفسك عند أي بنت أو أي إنسان، مو شرط بنت، يرخصونك الناس. عز نفسك. أجي تبيني ما تبيني، مع السلامة. بس يعني ما يحتاج الفيلم هذا كله صراحة. موجود قيصر يا أخوان؟ خلص التحليل أنا. قيصر موجود؟